يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح السعاده، احلى صباح عليكم. صباحكم مشرق بنور الله، صباح جبر الخواطر، ربنا يجبر بخاطركم وبخاطري. طبعا ناس كتير جدا سالتني على الدرس اللي انا لابساه ده، هوريه لكم دلوقتي. انا جايباه منين وعايزين تشوفوا الموديلات ولا لا، وقلت لي اللي هو عجبكم جدا. فانا جيت في المكان عشان عجبني الدرس، قلت اكرر الموديل واجيب موديل تاني او اجيبه بس مع اختلاف اللون. فانا قلت بقى اخدكم بقى معايا اوريكم بقى الموديلات اللي هنا، واوريكم المكان، وهقول لكم المكان فين بالظبط. خليكم معايا. بصوا يا جماعه، المحل اهو اسمه عاصم. ده مكانه فين؟ مكانه في الحنفيه. بصوا هتلاقوا قصاده على طول، بصوا كنوز وجزيره فرج عبد المقصود اهو عاصم. بصوا بقى، شايفين الموديلات؟ كل الموديلات اللي موجوده في المكان بصراحه جميله جدا، والخامات تحفه. وهو اصلا موجود من زمان هنا عندنا في البطاش في الحنفيه، وكان اصلا وفي ليه فرع تاني في الهانوفيل. لكم فرع تاني غير الهانوفيل؟ يعني بصوا عند في وش النموذجيه على طول اللي هو في الهانوفيل. والاسعار بصراحه جميله. انا لما عجبني الدرس يعني كتير قوي، حتى اللي هتشوف الفيديو كتير قوي شافوني لابساه وقالوا لي الدرس ده حلو قوي، وسعره جميل جدا. يعني حتى السعر بتاعه مش غالي. وكمان في كمان ايه، في اخر الموسم في شهر 9 بيعملوا تصفيات. اللي عايز بقى يجي بقى ياخد كل عبايات الصيف. بصوا الشغل بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك كتير. بصوا والشغل حلو جدا. بقول لكم اسلوب الناس اللي موجوده في المكان والله العظيم يعني حلو جدا. بصوا الموديلات، شايفين؟ حاجات بقى دريسات تنفع بيت، ممكن تخلي دريس خروج. طبعا الصيف بيحب الالوان المبهجه وبيحب الحاجات الواسعه. بصوا حاجات بصراحه موديلات جميله جدا. وهوريكم موديلات تاني دلوقتي. وانا وريتكم في وش المكان اللي هو في وش عبد المقصود على طول، ده اللي هو في ايه، في قبل الحنفيه على طول. بصوا شايفين الموديل الجامد ده؟ بس تحفه 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 فنيه بصراحه، جميل قوي جامد. هوريكم. بصوا الخضره دي، بصوا الالوان دي يا جماعه الوان الصيف، هي دي الالوان المزازه بتاعت الصيف بتاعتنا. بصوا بقى الموديلات النص كم بقى، الناس اللي بتحب تلبس نص كم في البيت عشان الحر. بص الموديل قماشه حلوه جدا، وبصوا الالوان مبهجه وتحفه تحفه جميله قوي. بصوا كلها اكنها دريسات تمشي بقى في الشارع، مش اكنها عبايه بيت. بصوا الالوان تحفه. بصوا بقى دي يا جدعان اوبا جامده. بصوا بقى دي عايزه عرايس بقى كده، اهوت عامله زي عبايه الاستقبال في البيت، تحفه تحفه وخفيفه. شايفين الجمال؟ والله العظيم يا جماعه بصوا عامله زي عبايه الخروج بالظبط. يعني تمشي كعبايه استقبال في البيت، تستقبلي بيها ضيوفك، او تخرجي بيها في الصيف تروحي بيها بقى البحر، تروحي بيها النادي، تتمشي، جامده جدا. بصوا بقى الموديل ده انا بحبه قوي. لو انتم متابعين اسرار المطبخ مع سمر، كل عباياتها من الموديل ده، والاسعار حلوه جدا. يعني انا هاخد لي 2 3 من الموديل دوت، عاجبني قوي قوي، عشان لما يبقى في تصوير او بعمل روتينات في البيت يبقى الموضوع حلو قوي، جامده والوانها تحفه. بصوا بقى العبايات، بصوا بقى العبايات القطعتين، شايفه؟ بصوا ولونها حلو قوي. دي قطعتين. بصوا الشكل التاني ده برضو حلو قوي، وقماشتها حلوه قوي. قماشتها ايه دي، كتان دي ولا ايه؟ جامده قوي. شايفين الالوان والجمدان؟ تخرجي بقى وتاخدي راحتك بقى، ولا جنسيهات ولا بناطيل في الصيف. بصراحه انا ذات نفسي بلبس بناطيل، بس الجنس في الصيف بيتعبني جدا. اما جبت الدريسات دي عجبتني قوي. شايفين الالوانات؟ حاجات حلوه قوي، جميل جدا. ده اسدال سلطه، شايفين؟ خامته قطن كده، جميل جدا ومريح قوي يا جماعه. شايفين الاسدالات؟ بصوا انا صورت لكم معظم الحاجات اللي موجوده في المكان، وفي حاجات كمان اكتر، بس انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. وكمان لما بيعملوا تصفيات في شهر 9 الصيفي وبينزلوا بقى الشتوي، بتبقى التشكيله جامده. انا كل ما بعدي، لان انا ساكنه هنا، بتبقى التشكيله تحفه.
انا كنت جايه عشان اخد الدريس اللي شبه ده الازرق، بس للاسف لقيت كل الالوان خلصت، كل الالوان خلصت. فان شاء الله هي هتجيبهولي باذن الله. هوريكم بقى الدريس اللي عليا وتشوفوه. خلاص شايفين يا جماعه شكل الدريس؟ بصوا اهم حاجه الوسع، واسع والموديل بتاعه مريح جدا. تخرجي بقى براحتك، تروحي بقى البحر وتروحي النادي، تنزلي تجيبي طلبات من تحت البيت تتمشي بيه. بجد الموديل جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. بقى الموديل ده بصوا جامد، يعني اللي يشوفه مش هيقول اللي هو عباية بيت، هيقول اللي هو دريس. شايفين شكله؟ هو بقى الموديل ده جماعه اللي عاجبني برده قوي، انا قلت لكم هجيب منه. فانا كنت جايه عشان اخد زي التاني، بس هي قالت لي هجيب لك منه ايه الالوان واختاري منه. شايفين جامد ازاي؟ طبعا انا ما قدرتش اقيس كل حاجه في المكان، طبعا انتوا عارفين الجو حر اليومين دول، فالواحد مش مستحمل، فانا وريتكم ايه كده اهو. يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وكل الحاجات اللي انا وريتها تكون عجبتكم. فيا ريت بقى تحطي لي بقى كده كومنت حلو ودعوه حلوه، وتسرعوا على صفر الكومنتات، وتعملوا متابعه لصفحه الفيس، واشتراك لقناه اليوتيوب، وتعملوا مشاركه للفيديو عشان كل حبايبكم واصحابكم يشوفوا الفيديو يستفادوا، وانا كمان استفاد. يعني كل لايك وكومنت انت بتحطيه بيرفع من شأن الفيديو. ماشي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.